مفيش معجزات دلوقتي. لو كان ربنا شق لنا البحر دلوقتي او نزل لنا مائده من السما زي زمان، مش كان زماننا امنا وارتحنا؟ ليه عصر المعجزات انتهى؟ وليه بقينا مطالبين نؤمن بغيب مش شايفينه؟ هل ربنا سابنا من غير دليل؟ اهلا بيكم في الحلقه ال11 من اسئله عاديه مش الحاديه. بص يا سيدي، المعجزات الماديه زي عصا موسى او ناقه صالح كانت زي المسكنات، بتبهر العين في وقتها واللي شافها بس هو اللي اتأثر بيها، وبمجرد ما بتخلص بتتحول لحكاية تاريخية. لكن ربنا أراد إن معجزة الإسلام تكون عقلية ومستمرة لكل الأزمنة. فلو المعجزة لسه موجودة قدام عينينا بشكل مادي قاهر، كان زمان الإيمان بقى إجبار مش اختبار، وكنا هنفقد ميزة البحث والتفكير اللي هي أصلا سبب تكريمنا. ربنا نقلنا من مرحلة الطفولة البشرية اللي محتاجة خوارق ومعجزات لمرحلة النضج العقلي. المعجزة دلوقتي هي الكون اللي ماشي بنظام مذهل، وهي القرآن اللي كل ما العلم يتقدم بنكتشف فيه أسرار جديدة. ربنا ما بيخاطبش عينك، هو بيخاطب عقلك علشان يكون إيمانك مبني على قناعة مش على انبهار لحظي. ولما الناس طلبت تشوف معجزات مادية، ربنا رد عليهم في سورة الإسراء وقال: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وفي آية تانية في سورة فصلت بتقول لنا فين المعجزات